اهو شايفين انا كيستها. عايزاكم تخشوا وتشوفوا العجينه الحلوه دي عملناها ازاي. اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل عجينه البيتزا. هنعمل عجينه البيتزا يا جماعه. احنا هنعمل البيتزا دي، العجينه دي احنا هنحطها في الفريزر. عندنا اولادنا كل شويه يجوا يروحوا يشتروا البيتزا، يعني يبقوا ايه في ثواني عايزين نعمل حاجه. فاحنا هنعمل العجينه وهنحطها في الفريزر ونسيبها، نبقى مكون جاهز عندنا للي عايز يعمل اول مره كده، يبقى ايه كل حاجه ايه جاهزه. فانا دلوقتي هصلي على النبي كده وهبدا اعمل عمليه عجينه البيتزا. عندي رشه من الملح، وعندي شويه من الزعتر، وعندي رشه من السكر، يعني معلقه من السكر كده، وعندي معلقه من الخميره اهي. انا هحطها في الفريزر، هكورها كده واحطها في الفريزر اهو. وعندي نص كوبايه من الزيت، وعندي كوبايه لبن وميه للعجين. اللي عايز يحط لها لبن سائل يحط، عايز عنده لبن بودره يحط. انا عندي اللبن ده كده، ما عنديش لبن بودره، فانا هحط لها اللبن كده اهو. اقلب كل الحاجات الجافه مع بعضيها اهو. عندنا اولادنا يجوا كده على سهوة كده عايزين بيتزا، يروح يشتروها من المحلات غالية جدا. فانا قلت لا، انا هعملها واحطها في الفريزر، وقت ما نعوز نطلع منها اهو. احط اللبن كده، هحط المية هشوف هتاخد قد ايه. انا عندي مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اعجن العجينة. عايزين عجينة حلوة كده متماسكة معانا. المية دي تبع الدقيق اللي عندك، شوفي هياخد قد ايه، ما لهاش يعني مش بنعاير المية. انا العجينة اهي، انا لقيت الطبق بتاعي اللي انا عملت فيه صغير مش هيشيل الكيلو الدقيق، فانا ايه عملته في طبق اكبر. انا عندي عجينة اهي ملزقة كده، فانا هنزل عليها حبة من الزيت. الزيت ده هينعمها. انا عايزاها عجينة كده متماسكة، مجرد ما هحط لها الزيت هتنعم معاكي وهتاخدي وتدي معاها. انا هخلصها عجن كده بالطريقة دي كلها. وهرجع لكم ان شاء الله. شايفين العجينة ما شاء الله عليها بيت معايا ازاي اهو. الشاهد كده عليها، عشان انا لا اله الا الله، عشان محمد رسول الله اهي. بيت عجينة ناعمة. شايفين العجينة ما شاء الله عليها بيت ناعمة ازاي اهو. لو عندك عجان، لو عندك تعجنيها على ايدك مفيش يعني مانع اهو. انا كده ايه هسيبها تخمر. انا دي هفرزها يا جماعه. انا هوريكم عجينه البيتزا بعد كده ان شاء الله كده لما نحطها في الفريزر، واحب اعمل هوريكم اول بيتزايه ان شاء الله من العجينه دي. هحطها كده في كيس وهلفها واحسبها كده تخمر، وبعد كده هرجع لكم. تعالوا نشوف العجينه بتاعتنا. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله عليها. طلعنا الهواء منها. العجينه ما شاء الله.
هنقطع العجينة معانا. احنا كده عملنا العجينة بتاعتنا اهو فلور كده. هنقطع كده كور صغيرة على قد حجم البيتزاية، لان انا هحطها في الفريزر اهي. وانا عندي صينية دهناها اهي بالزيت، هحط فيها العجين بتاعي. اكور كل عجينه كده ناعمه وظريفه اهي. انا هكور كل الكميه بتاعتي بالطريقه دي. ده كيلو دقيق يا جماعه. اكبر الشيفات بيعملوا كده والله. ما بيعملوها كده، يجهزوها ويحطوها في الفريزر، ووقت ما يحبوا يعملوها بيطلعوا بالحته، تسيبيها تفك كده حوالي ربع ساعه وتبداي تعملي البيتزايه بتاعتك. هعمل كل الكميه كده احنا كده اهي خلصنا كل الكميه اهي بتاعت البيتزا بتاعتنا اهي. انا هبتدي بقى ادهنها زيت. هدهن الكوره كده زيت اهي اهي، وهبتدي ايه احطها، اكيسها كلها كده اهي، اكيسها واحطها في الفريزر كلها بالطريقه دي. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد كده في الفيديو تشتركوا في القناه وتعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير. اسهل طريقه بصراحه هتريحكم جدا جدا من العجن، هتبقى سهله معاكي في البيت جاهزه في اي وقت، ليل نهار صبح ليل، يعني اي وقت كده هنعمل. طلبنا البيتزا هنعمل على طول من غير ما نعجن ولا نتعب نفسنا. اكبر الشيفات يا جماعه بيعملوا كده. هخلص اكيسهم كل الكميه دي. اذا عجبكم الفيديو عايزاكم تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير. ادينا عملنا من كيلو دقيق 7 بيتزات. هنروح كده، احنا حطيناهم في اكياسهم وهنروح نفرزهم في الفريزر، ومنين ما نعوز هنطلعها قبلها بنص ساعه كده، وهنطلع نعمل البيتزا بتاعتنا في ثواني. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.